أهلا بيكم. ضيفتي في الحلقة دي أستاذة غادة طلعت، وهنتكلم عن تاريخ المسيحية، كيف نشأت، الكنايس، الأناجيل. هنعرف حاجات كتيرة أوي. ازيك يا غادة؟ ازيك عاملة ايه؟ نبتدي من قسطنطين، عشان قسطنطين علامة فارقة في تاريخ المسيحية. لما ابتدى يعمل بقى المجموعات المسكونية، يعني عندك كذا ميتنج ليه. هو طبعا نظرا، او ده اللي متهيألي وصححي لي المعلومة، نظرا لان التبشير تم باشخاص مختلفين، فابتدت يبقى فيه اختلافات عقائدية بين الاماكن المختلفة اللي اعتنقوا الديانة المسيحية. فقسطنطين لما اعتمد المسيحية كدين ابتدى يحاول يجمعهم على حاجة واحدة لحد بقى الأخراني فقولي لي، احكي لي الحكايات دي. احنا عندنا 3 مذاهب أساسية في المسيحية: المذهب الأرثوذكسي والمذهب الكاثوليكي والمذهب الأخير اللي هو كان ناتج عن حركة الإصلاح اللي هو المذهب البروتستانتي. المذهب الأرثوذكسي كان خاص بالكنائس الشرق الأوسط وروسيا مهم. وجورجيا وأثيوبيا، مهم. ده أساس الأرثوذكس. الأرثوذكس يا جماعة يعني الأصوليين، اللي هم يعني إيه بداية الخط المستقيم، يعني الأصولي، يعني اللي هو متمسك بكل حاجة. تعاليم الإنجيل كما قال المسيح. أوكي. تاني حاجة المذهب الكاثوليكي، ده طبعا كان خاص بالغرب، وده كان خاص بالتبشير في اليونان وأوروبا وشمال أوروبا وقبرص. والبروتستانت ابتدت الحركة في ألمانيا. اللي هو مارتن لوثر، بالظبط، قائد وهو كان الحركة. قسيس كان قسيس وتابع للكنيسة الكاثوليكية، بالظبط، كان خروج عن الكنيسة الكاثوليكية. فهو بعت بداية الإصلاح إنه بعت أسئلة، مش كده؟ 95 بند كان آه. معترض على الكنيسة الكاثوليكية، وكان معترض على صكوك الغفران. قبل ما نوصل لحركة الإصلاح، الأول الكنيسة مرت بمراحل. بعد عصر الاضطهاد كان في عصر للإصلاح وعصر للنهضة وعصر لانتشار المسيحية والتبشير. وزي ما قلت لحضرتك المذهب الأساسي الأرثوذكسي كان خاص بالشرق الأوسط والكنائس المشرقية وروسيا وأثيوبيا، والغرب وروما كان مختصين بالطائفة الكاثوليكية. طيب، بالنسبة للكاثوليك، طبعا هي الكنيسة كانت قوية جدا، وأول مجمع تم كان في الأولاني كان في القدس وأورشليم وأفسس، ودي كانت بداية الخلافات. مجمع مسكوني يعني هما بيجمعوا كل الأباطرة وكل البابوات من جميع أنحاء البلاد وياخدوا رأيهم في مسألة ما. هم اللي اعتمدوا المجامع دي، هي اللي اعتمدت الأربع أناجيل، مش كده؟ هما ولغت الباقي. صحيح، هو كان في طبعا أناجيل كتير، ومنها أجزاء لقوا مخطوطات هنا في نجح حمادي اكتشفوها. 14 إنجيل تقريبا. الأناجيل اللي أجمعت الكنيسة عليهم هم 4 أناجيل الأساسية، لأن هم دول اللي كان فيهم تعاليم وحياة المسيح، وكان فيهم الصلب والقيامة للمسيح. في أناجيل تانية ما تطرقتش خالص للقيامة ولا تطرقت للصلب، والكنيسة قالت إن دي جزء منها هرطقات ولم تنسب للرسل أو التلاميذ اللي كتبوها، كتبت في عصور تانية ونسبت ليهم. فكان النهاية إنه الكنيسة اعتمدت تعليم المسيح وحياة المسيح في ال4 أناجيل، وما غير ذلك فهي أناجيل منتحلة. وقتها عملوا قانون الإيمان،
اللي هو كان نور من نور، إله حق منبثق من إله حق مخلوق غير محدود. واستخدموا الفلسفة بتاعة الرومان والفلسفة الإغريقية عشان يوصّلوا المعنى المسيحي التوحُّدي، وإنه الابن من الآب والآب من الابن. إمم. ده كان أول خلاف. بعدها كان في مجمع أفسس، وده كان بداية الخلاف الفظيع اللي ما بين الأرثوذكس والكاثوليك. أوكي. كان الخلاف على هل هي طبيعة واحدة أم طبيعتين واتحدوا. أوكي. وما زال هذا الخلاف ده سبب الانشقاق العظيم ما بين الأرثوذكس وما بين الكاثوليك. الأرثوذكس هي طبيعة واحدة ولاهوته لم يفارق ناسوته ولا لحظة واحدة ولا طرفة عين، ولكن الكاثوليك قالوا الطبيعة الإلهية موجودة طبيعة الإنسان موجودة، ولكنهم اتحدوا طبيعتين واتحدوا كالنار والنور. إمم. ولكن طبعا الأرثوذكس رفضوا تماما هذا الكلام، وتمسك الكاثوليك والروم أرثوذكس بإن هما طبيعتين. وده لو حضرتك تلاحظي لو انت بتحضري قداس أرثوذكسي هتلاقي طبيعة واحدة لاهوته لم يفارق ناسوته، ولو بتحضري قداس للروم أرثوذكس أو الكاثوليك مش هتلاقي الجملة دي أوكي. موجودة. وفضل الخلاف والانشقاق ده بس حد اللي أنا هذه اللحظة. مستغرباه يعني الأناجيل لم تتعرّض لطبيعة السيد المسيح خالص. يعني ما يعني هي فعلًا فلسفة. هي الفلسفة لمّا بتخش في الدين بتعقّد الأمور. ده حقيقي. الأناجيل لأ لم تتعرض، بس الأناجيل قالت الروح القدس الثالوث الأقدس الآب طبعًا. والابن والروح القدس. لما بس أنتم بتختموها بإيه؟ بإله واحد. بإله واحد. آمين. جه بعد كده بعض المجاميع أو الاجتماعات قالوا طب نعمل إنه طبيعتين بس مشيئة واحدة. إمم. طبعًا الإيمان الأرثوذكسي رفض الكلام ده، وفضل الخلاف موجود حتى يومنا هذا، حتى هذه اللحظة. والأرثوذكس كان الحبشة ومصر وبعض بلاد والعراق وفي سوريا كان الاعتقاد ده سائد، ومشيوا بالإيمان الأرثوذكسي أو إنه هي طبيعة واحدة. إمم. وهي خاصة طبعًا بالفلسفة أو ما وراء الطبيعة أو الميتافيزيقية لطبيعة الإنسان، لأنه طبعًا كان وقتها الإغريق والفلسفة الرومانية كان هو ده والعلوم اليونانية والمخطوطات، كان هو ده اللي سائد وقتها. بس الفرعين الرئيسيين اللي هُم الأرثوذكس والكاثوليكس متفقين على ال4 أناجيل بس. يعني طبعًا. لو دخلت كنيسة كاثوليكية هالاقي ال4 أناجيل، ولو دخلت كنيسة أرثوذكسية هالاقي ال4 أناجيل. ميرسي يا غادة شرفتيني. إحنا كلامنا لسه ما خلصش. هنكمل وهنحكي في 1925 مع ليلى عزام.